السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جيت معاكم بوصفة جد اقتصادية وناجحة 100%. رايب أو دانون منزلي، صنع منزلي بمقادير جد بسيطة، ويخرج لكم هذه الكمية كما تشوفوها غير بشكارة حليب وعلبة دانون تخرج لكم هذه الكمية وتتحصلوا على هذا القوام اللي يعني راهو ناجح 100%. تبعوا برك لا فيديو، ما تخلفوا حتى مقطع، وحنعطيكم يعني كل النصائح وباه تنجحوا فيه ويعطيكم هذا القوام. ورانا نحتاجوه بما اننا مقبلين على شهر رمضان، يعني بزاف اللي يحتاجوا هذه الوصفات في رمضان يحتاجوهم. يعني جبت لكم هذه الطريقة ناجحة 100%، او تحضروا حتى لوليداتكم عن بالكم واش حطيتيو فيه. يعني كما نقولوا الصنع منزلي 100%، ونتيجة كما تشوفوا قدام عينيكم قوام ولا اروع. نجوز هنا معكم المقادير اللي قلت لكم راها مقادير جد بسيطه. عندي هنا شكاره حليب تاع 2500 كما تشوفوا، عندي فاني، عندي علبه دانون بهاد يعني باي ذوق اللي تحبوا، وعندي 4 ملاعق سكر. هنا قلت لكم لايورت اللي الذوق اللي تحبوا فاني ديروا بالفاني، تحبوا فرز يعني الذوق اللي تحبوه. انا الذوق هذا نحبه درت به. يعني هنا يعني قلت لكم اي ذوق تحبوه، المهم يكون لايورت هذا اللي حاكم روحه ويكون متماسك، ماشي تجيبوا هذاك الخفيف اللي يكون خفيف هذاك ممزوج ولا راهو ما يصلحش. يعني من الافضل يكون هذا اللي حاكم روحه. واش هنا درت؟ انا هنا جبت شكاره حليب، قلت لكم قسمتها القسمين، نصف لتر خليته هكاك بارد نخليه يكون بارد، والنصف الاخر حطيته راح نفيضه. هنا نفيضوه عادي كما راح نفيضوا الحليب حتى نشوفوه غلا وطلعت لنا الفيضه هذيك نطفيو عليه كما تشوفوا كيف فاضلي. درك انا هكاك نطفي عليه، راهو فاض صاين نطفي عليه ونعاود نحيلو هذيك كما نقولوا الفراره هذيك برك نحيوها له بالمغرفه باه يعني الرايب تاعنا يصلح لنا ويعطينا نتيجه كما شفتوها في الصوره. ما تخلفوا هنا حتى مقطع، ما تخلفوا حتى معلومه، لانه راح نعطيكم كل النصائح باه ينجح لكم ويعطيكم هذا القوام. هنا بعد ما فاضت لي يعني هاد النصف اللتر اللي خليتها فاضت لي، نحيت لها قلت لكم الفراره هذيك. ونجيبو هنا انا في الاول كيلت 4 ملاعق سكر، ومن بعد وليت نحيت مغرفه حطيت غير 3 ملاعق. كما شفتوا حطيتها فوق هذا النصف اللتر اللي فاضت لي باه يذوب لي السكر، ونبقى نحرك في الحليب تاعي كما نقولوا حتى ينقسلوا هذيك درجه الحراره كما نقولوا قريب يبرد لنا. كي نحطوا فيه صبعنا نقدروا نتحملوا، لا يكون دافي ما يكونش سخون. هنا جامي تحطوا الحليب تاعكم يكون سخون فوق هاد المكونات اللي راح نزيدوا نحطوهم، لانه قلت لكم ما راحش ينجح لكم. وهنا قلت لكم نزيدو نجيبو نصف لتر المتبقيه تاع الحليب، نزيدو نحطو هنا فوقو علبه يعني علبه دانون اللي قلت لكم الذوق اللي تحبوا نتوما، ونجي نخلطها. والفاني هنا الفاني يعني تقدروا تستغناو عليه، انا حبيت برك نزيد نحطها على النكهه، نتوما تقدروا تستغناو عليها لانه دانون راهو بحد ذاته ينكه. قلت لكم نخلطهم هكاك. نجيبوا الحليب تاعنا اللي فيضناه وحطينا له فيه السكر، قلت لكم رانا رجع لي دافي، سنحات له السخونيه هذيك اللي سخون حتى يكون غليان. قلت لكم راها ما تنجح لكمش هذه الخطوه، كون تحطوا الحليب تاعكم يكون غليان راها شغل ما يتخمر لكمش، ما راحش يعطيكم نتيجه، يكون ما يكونش متماسك. لانه الحليب تاعنا كي يكون غليان راح يقتلنا الخميره هذيك اللي في دانون وما يكونش ما يعطيناش القوام المتماسك. قلت لكم نكرر ونعاود، قلت لكم لازم الحليب يكون دافي. هنا بعد ما كملت خلطت المكونات تاعي مليح، خلطتهم في بعضهم. جبت هنا الكؤوس يعني اللي يكونوا من الافضل يتحملوا شويه سخانه، لانه انا راح ندير هذا الدانون راح نديرو في المقلاة الهوائيه، واللي ما عندوش المقلاة الهوائيه عادي يديروا يعني يشعل الفور نورمال. هنا انا شعلت يعني حطيته في المقلاة الهوائيه، ونحطه على كما نقولوا على اقل درجه. انا هنا اقل درجه 80 درجه، نحطه 20 دقيقه ونخليه نحطه يعني قلت لكم على اقل درجه 80 درجه
ونخليه مدة 20 دقيقة. كي يطفالي كي يخلص لي يعني تفضلي 20 دقيقة، نعاود نقفل عليه ونخليه ربع سوايع 6 سوايع. واللي ما عندوش هنا المقلاة الهوائية واش يدير؟ يسخن الفور تاعو، يسخنو مليح، ومن بعد يطفي على الفور، يطفي عليه، ومن بعد يحط الكؤوس تاعو، يحطهم باه يزيد يسرع مليح، يحطهم في بلاطو ويزيد يحط عليهم الماء يكون يلحق النصف تاع الكؤوس. كي يلحق النصف تاع الكؤوس يدخل هذاك البلاطو طول في الفور اللي سخنو طفى عليه، وخليوه قلت لكم 4 سوايع 6 سوايع. اذا فتحتيو عليه ولقيتيوه مازال ما كيما نقولوا مازال هكاك يرعش ما حاكمش روحو، زيدوا عاودوا نورمال شعلوا الفور وخليوه يسخن، وزيدوا طفيوه وخليوه زيدوا خليوه ساعه ولا ساعتين حتى يحكم روحو. انا هنا بعد ما بات لي ليله كامله، يعني خليته في نص المقلاة الهوائيه، بات لي ليله كامله. كي بات لي كما شفتوا تحصلت على القوام هذا متماسك. راني دوك نحطه في الثلاجه يبرد عادي ويكون واجد. ولا قلت لكم تقدروا يعني ثاني الفكره الثانيه واش ديروا، تحطوا بما ان رانا في الشتاء ما كانش اللي ما عندوش الفورنو، يحطوا هكاك، يحطوا في بلاطو ويغطيه يغطيه بطرشونه ولا ببلاستيك، ومن بعد يغطيه بطرشونه ويحطوه بحدا الفورنو ويبات ليله كامله بحدا الفورنو. ومن بعد زيدوا كي يبات ليله كامله حطوه فرق في الثلاجه ساعه ولا ساعتين يبرد ويكون واجد. وهذه هي النتيجة اللي وصلت ليها. كما تشوفوا رايب صنع منزلي ناجح 100%، متماسك، قوامه شكله راهو كما تشوفوا يعبر عن نفسه. هنا كما تشوفوا نقلب معاكم الكاس وما يسيح ما يتحرحر ما يتحرك ما حتى حاجة، راها يعني وصفة ناجحة 100%. راكم تشوفوا الصورة تعبر عن نفسها، راح يجيكم كما تاع المحلات وأفضل بكثير من تاع المحلات، لأنك حضرتيه بنفسك، حضرتيه في المنزل عن بالك واش حطيتي فيه. يعني ديريه لوليداتك وفرحيه به وليداتك، يعني نتيجة ما شاء الله. قلت لكم بما أن رانا مقبلين على شهر رمضان نحتاج هذه الوصفات بكثرة. خبي هذه الوصفة واحتفظي بها، وإذا جربتيه يعني هذه الوصفه ونجحت معاكم باذن الله راح تنجح معاكم. كي تتبعوا لا فيديو من الاول للاخر وتتبعوا كل النصائح راح باذن الله تنجح معاكم. كي تجربوها خليوا لي في التعاليق رايكم، وان شاء الله يا ربي تعجبكم، وان شاء الله تعود الوصفه المعتمده عندكم. كما تشوفوا القوام تاعو راهو متماسك، راهو حاكم روحه، يعني نتيجه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه، ونقول لكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله مع وصفات اخرى. مع السلامه، في امان الله وحفظه حبيباتي.